والله العظيم انت اللي بترخص نفسك، وناس كتير بلاقيها بتظلم نفسها مش عارف ليه. اول امبارح كده كنت في الشيخ زايد، كنت خلاص مروح، فعملت واجهه كده على برنامج اوبر، وفتحت برنامج اندرايف اشوف الدنيا كده، اي حد رايح الهرم، حد رايح مريوطيه، اي حد يروحني للبيت. فطبعا رتم الشغل كان هادي، زي ما انت عارف بقى احنا في شتاء ومدارس وبتاع، فالاسعار لقيتها قليله جدا. فانا برضو رغم كده انا قاعد مستني رحله تكون سعرها كويس، سواء رنت على اوبر سواء خدتها من اندرايف. هم فاتح اندرايف اقسم بالله زي ما بكلمك كده، يعني رحلات في 18 كيلو، 20 كيلو، وتلاقي العميل حاطط 90، 95، 100. اوبر نفس الكلام، بيجيب لي رحلات هيدخلني في زحمه فيصل واسعارها برضو 100 جنيه، 120 جنيه. يا جدعان طب انا كده كده مروح، بس مش للدرجه دي. فالمهم قعدت فوق النص ساعه عمالين نلعب احنا الاثنين، يعني عمال ادخل لهم اعرض، هم يرفضوني، اشوف غيرهم، عمال العب على اي حد رافع واجهتي، يعني عمال اعرض له يرفضني وبتاع. فانا مستغرب الناس دي. انا قاعد كده كده انا شغلي، فقاعد فوق في العربيه فوق النص ساعه مستني حد يقبل بالعرض بتاعي، وفي نفس الوقت مستغرب هم مستنين ايه. لحد ما جات لي رحله على اندرايف، يعني والله العظيم زي ما بكلمك كده تقريبا 20 كيلو، 22 كيلو، وبسعرها العميل حاطط 200 جنيه. نقطة الوصول جنب البيت عندي بالظبط، فانا يعني ايه، يعني سعرها مش بوم ولكن مقبول مقبول، في حتة ان انا مروح كده كده. انا ماشي عمال افكر بقى، يعني انا سيبك مني، انا بقى عمال افكر يا جماعة، الناس اللي حاطة 94 جنيه و95 جنيه و93 جنيه دول، مين اللي هيوافق ياخدهم؟ حتى لو انت مش شغلانتك، حتى لو انت كده كده في سكتك، لان في ناس بتقول لي ما انا يعني دي شغلانه جنب شغلي، وانا كده كده ببقى رايح المكان ده، وكده كده هروح فاضي، فبدل ما انا اروح من غير فلوس خالص اروح باي فلوس. لكن انت بالتفكير ده انت بتظلم نفسك. انا بالنسبه لي زي ما قلت لك، انا عادي، انا ماليش دعوه انت تقبل بكام ترفض، حاجه ترجع لك انت. انا كده كده بقول لك الاسعار اللي انا بشوفها ديت انا بتجاهلها، يعني انا كني مش شايفها. اللي هي بتقول انا كده كده رايح، فانت يا سيدي حتى لو ديت شغلانه مؤقته ليك او مثلا جنب شغلك وانت كده كده رايح، فليه ما تستفادش؟ يعني انت حملت البرامج وعربيتك الشخصيه بدل ما هي شخصيه بقت عربيه اجره، وبقى حد بيركب معاك وممكن ينزل بعيد عن المكان اللي انت رايحه، ممكن يكون مع حاجات يبهدل لك بقى العربيه ايا كان. اللي عايز اوصلك ان هي ما بقتش عربيه شخصيه في اللحظه اللي انت فتحت فيها البرنامج. بعد ما بقيت متصل دي ما بقتش عربيتك الشخصيه، دي كده بقت عربيه بالاجره، انت بتاخد مقابل قصاد ان انت توصل الشخص اللي يركب معاك ده في المكان ده. عايزك تستفيد، مش معنى ان انا خلاص خدت اي حاجه ببنزيني وخلاص. طب يا سيدي بدل ما خدت بنزينك خد كمان صيانه عربيتك. حتى انا قلت لك انا بقعد في العربيه ممكن اكتر من نص ساعه، والله وساعات بطول عن كده، في مقابل ان انا ما اتحركش بالعربيه وانا حاسس ان انا ظلمت نفسي في السعر اللي انا خدته. في المقابل العميل اللي بيركب معايا بديله احسن خدمه. ليه بقى؟ ان انا خلاص وافقت على كل الشروط في الاول، فانا خلاص انا بعامله معامله كويسه، بوصله في المكان اللي هو محدده بالظبط، اسلوب كويس، لان انا كده خلاص انا حطيت المبلغ اللي يرضيني وهو وافق عليه. شوف ناس بتقبل الرحله بسعرها والعميل بيركب معاها بيتعاملوا معامله وحشه، اللي هو بقى انت ما انت اصل انت حاطط ما اعرفش 80 جنيه تكييف، ايه اللي انت بتقول عليه؟ ولا وصلك ايه؟ ولا عامل لك ايه؟ طب يا سيدي ما انت هو الراجل مش ذنبه حاجه، هو الراجل اللي حط المبلغ ده وانت وافقت عليه. ما تجيش بقى يركب معاك بقى قاعد مش طايق نفسك والكلام ده. عايز اوصله لك سواء دي شغلانتك او شغل اضافي، خد حقك واكسب من مجهودك ومن هلك عربيتك.